بالفازلين يمكن لك تخلصي من الكحوله اللي كتكون عندك في العنق ديالك. كذلك الكحوله اللي كتكون عندك في القدمين او في اليدين وصفه رائعه جدا، غتزول لك سواد سنين، كذلك تزول لك لطراز او تصبغات اللي عندك في الوجه ديالك او في الرقبه ديالك، كذلك بين الفخذين او تحت الابطين. وصفه رائعه جدا، مكوناتها طبيعيه ومتواجده عندنا غير في المطبخ ديالنا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه اللي كتبيض وكتزول لك السواد ولي طراس، كنحتاجوا لها دقيق الارز او دقيق الروز اللي كنطحنوه مزيان في طحانه كهربائيه وكنغربلوه باش كيجينا رطب في الوصفه. من بعد كنضيفوا الكركم. بالنسبه للكركم مبيض رائع جدا، كيزول لينا السواد، كذلك كيعطينا البياض للبشره ديالنا، كذلك كيوحد لينا اللون، كيحيد لينا الاسمرار او لطراس، كذلك الاثار ديال الشمس او حروق الشمس. كنحتاجوا تقريبا نصف معلقه صغيره من الكركم. بالنسبه للكركم كتاخدوه عروق يعني كتطحنوه باش كتحصلوا على واحد النتيجه زوينه. من بعد كنخلطوا هاد المكونات، قبل ما نضيفوا على بقيه المكونات كنخلطوهم مزيان باش ينسجموا. من بعد كنضيفوا عليهم الماء ديال الورد او ماء ورد رائع جدا في هاد الوصفه هذه، كيرطب لينا البشره، كذلك كيعطينا النعومه للبشره. كنخلطوا هاد المكونات اللي هو دقيق الارز مع الكركم، كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان باش نتحصلوا على واحد الوصفه اللي غتخلصنا من السواد، كتخلصنا كذلك من الطراس ديال الشمس او الناس اللي عندهم ديك الكحوله في العنق ديالهم او في الجبهه ديالهم. هاد الوصفه او في اليدين، هاد الوصفه هذه راه غادي تزولها ليهم. من بعد ما كنخلطوا المكونات ديالنا مزيان، ما كيبقاش يعني كل بلاصه فيها مكون، كتخلطوا المكونات ديالكم كامله مزيان باش في الاخير كتعطيكم نتيجه زوينه. من بعد البنات كنحتاجوا الدونتيفريز، اي دونتيفريز متواجد عندكم او معجون اسنان متواجد عندكم في المنزل، كنضيفوا منه تقريبا معلقه صغيره على بقيه المكونات وكنخلطوا مزيان هاد المكونات هادو. بالنسبه لهاد الوصفه هذه، الناس اللي عندهم اللي عندهم يعني السواد في المناطق الحساسه كذلك ممكن يعني يجربوا هاد الوصفه هذه او يستخدموها للمناطق كذلك. اي منطقه عندك في الجسم ديالك قبل ما تعملي هذه الوصفه هذه غير جربيها. يعني في واحد المنطقه اللي كتكون حساسه مثلا من وراء الاذن ديالك، الا دات لك هيجان يعني استغني على الوصفه. مع ان هاد الوصفه هذه راه ما كتعطيش يعني واحد الاحمرار للجلد ديالنا او عندها شي يعني مخلفات على البشره ديالنا، يعني ما تتاثر لينا على البشره ما حتى شي حاجه. كناخذوا نصف حامضه، كنعصروها في هاد يعني كنضيفوها على هاد المكونات هادو. الحامض كذلك كيزول لنا هذاك الاسمرار، بالاخص الكحوله اللي كتكون عندنا في الرقبه او في العنق، كذلك الاسمرار اللي كيكون عندنا تحت الابطين او بين الفخذين او يعني في الرجلين، كذلك الاسمرار اللي كيكون ناتج عن اثار اشعه الشمس. من بعد كيف قلت لكم البنات كنعملوا معلقه كبيره او معلقه صغيره ديال عصير الحامض، كنخلطوا على بقيه المكونات بهذه الطريقه هذه. يعني كتبقاو تخلطوا باش هذيك المكونات جميعها كتخلط يعني وكتنسجم بالطريقه اللي سهله جدا. غير بهذه الطريقه البنات يعني راه كلشي موضح في الصوره. من بعد كناخذوا الفازلين كذلك راه كتزول لينا السواد اللي كيكون عندنا في الرجلين ديالنا وفي اليدين، كذلك في الوجه او في الرقبه، كذلك كيخلصنا من التشققات اللي كيكونوا عندنا في القدمين، كذلك تشققات اللي كيكونوا في عندنا في اليدين، ومرطب غزال البشره ديالنا. كنخلطوا هذاك فازلين باش كيتحل يعني كيندمج مع بقيه المكونات. كذلك الناس اللي عندهم البشره ديالهم ناشفه او عندهم فيها تشققات، هذه الوصفه راها غزاله بزاف. او الناس اللي عندهم تشققات في القدمين او في اليدين يجربوا لي هذه الوصفه هذه راها زوينه بزاف، تعطيهم النتيجه غزاله. من بعد ما كيتخلط ليا الفازلين يعني كتحلوه مزيان في الوصفه، كنمشيو باش نطبقوها على المكان اللي عندنا فيه السواد. بالنسبه للناس اللي عندهم سواد كتير في الرقبه او في اليدين او في يعني في الركابي ديالهم ولا في الرجلين، كناخذوا هذاك النصف حامضه اللي بقى لينا كندوزو على المكان اللي عندنا فيه السواد سواء الرقبه او اليدين. بهذه الطريقه هذه بحركه دائريه كندوزو هذاك الحامض على المكان اللي عندنا فيه يعني السواد اللي كيكون كتير، هذا الحامض هذا كندوزو على المنطقه اللي فيها السواد بزاف
من بعد كنمشيو باش نطبقوا الوصفه، كنطبقوه على المكان اللي عندنا فيه السواد. من بعد ما دوزنا يعني كمرحله اوليه كندوزو عليها قطعه ديال الحامض على المكان اللي عندنا فيه السواد، سواد الرقبه او سواد اللي كيكون عندنا في اليدين او في الرجلين. بالنسبه لهذا المقطع هذا ديال اللي كنطبق عليه الوصفه والنتيجه يعني النهائيه راه تقطع ليا، دونك ما عرفتوش واش ما كنتش كنصور يعني هذا المقطع مشى، ولكن غنوريكم الطريقه كيفاش من بعد ما كتطبقوا الحامض على المكان كيف قلت لكم اللي عندكم فيه السواد، كتطبقوا عليه الوصفه، كتخليوها 25 دقيقه على المكان اللي عندكم فيه السواد، سواء الرقبه او اليدين او الرجلين. كذلك يمكن لكم تعملوها حتى بين الفخذين او تحت الابطين. بالنسبه لهذا الحامض اللي كدوزو كتخليوه حتى كيجف، يعني ماشي كتغسلوه او كتمسحوه، عاد كتطبقوا عليه هذه الوصفه هذه كتخليوها 25 دقيقه. من بعد راه كتزولوها، كذلك كيزول لكم معها حتى السواد اللي كيكون عندكم في الرقبه، يعني كتعملوها مره على مره حتى كتحصلوا على النتيجه المرضيه اللي بغيتو. بالنسبه للمكان اللي عندكم فيه السواد قليل او لي طراس قلاله راه كتعملوها من المره الاولى، استعمال الاول راه كتبان لكم النتيجه. بالنسبه للمكان اللي عندكم فيه السواد مثلا بحال الرقبه اللي كيكون فيها السواد كتير او تحت الابطين، كذلك بين الفخذين راه كتطول معكم شويه، يعني استعمال على استعمال كل مره كتفتح لكم المنطقه اكثر من المره الاولى. هذه الوصفه البنات راها زوينه بزاف، غير جربوها كما شفتوا. جميع المكونات يعني مكونات اللي طبيعيه ومتواجده عندنا غير في المطبخ ديالنا، غير جربوها البنات زعما جربوها راه كتحيد لكم السواد. اي سواد عندكم في اي منطقه عندكم في الجسم ديالكم يمكن لكم يعني تطبقوا على هذه الوصفه هذه راه غيزول معكم هذاك السواد. كنتمنى البنات الا عندكم شي استفسار، يعني الا ما فهمتوش شي حاجه عندكم شي تساؤل خليوه ليا في لي كومونتير، غادي نجاوبكم عليهم كاملهم ان شاء الله. وإلا عندكم شي اقتراح خليوه ليا كذلك في لي كومونتير، راني غنجاوبكم. وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى البنات تكون عجباتكم هذه الوصفه ديال اليوم، و يعني جربوها، راه كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتعطيكم نتيجه زوينه. واللي عندها السواد راه غادي تجرب هذه الوصفه هذه وغادي تهنى منه. واللي ما فهمات شي حاجه كيف قلت لكم تخليها لي في لي كومونتير، راني غادي نجاوب على اي سؤال اي استفسار. وإلا عندكم شي وصفه بغيتوني يعني نحطها لكم يعني نجربها معكم، راني غادي نجربها قدامكم. كنتمنى البنات تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بكل جديد. وما تنساوش تدعموا الفيديو باللايك باش يستافدوا منه عدد كبير ديال الناس. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.